كان في عمالقة عايشين على الأرض اللي احنا عايشين عليها دلوقتي. في جزيرة سردينيا الإيطالية حاجة غريبة لا يمكن تتخيلها، أبراج حجرية ضخمة قديمة جدا، مصنوعة بطريقة دقيقة جدا ومحدش فاهم هي ليه اتبنت بالشكل ده. أهل سردينيا بيسموها أبراج النوراغ. كل برج مصنوع من حجارة ضخمة جدا مرصوصة فوق بعضها، ومفيش أي مادة مضافة ماسكة الأحجار دي في بعضها. وبالرغم من كده قاومت لآلاف السنين كل عوامل التعرية الجوية والزلازل والبراكين والرياح، وفي منها أكتر من 7000 برج موجود لحد يومنا هذا ومفيش حاجة منهم وقعت. الغريب بقى إن تحت الأبراج دي متاهات سرية زي بتاعة مالطا، في ناس بيقولوا عليها مدافن قديمة، والتفسير لده ان هم لقوا فيها عظام بشرية بس كانت احجامها غير طبيعية، وده خلى الاسطورة تنتشر ان ممكن الابراج دي تكون مقابر لعمالقة قدماء. اللغز بقى مين اللي بنى الحجارة دي وازاي نقلوها ورصوها فوق بعضها من غير ما يبقى في تكنولوجيا حديثة؟ نظريات قالت انها ممكن تكون مراصد فلكية او مواقع دفاعية عسكرية. الفلاحين اللي عايشين في المنطقة بيحكوا ان في مناطق معينة الحيوانات ما بتقدرش انها تدخلها، وكأن في حاجة غريبة او قوة غريبة بتمنعها من الدخول. وناس برضو بيدعوا ان هم بيسمعوا اصوات غريبة جوه المتاهات، وفي ناس بيقولوا ان الابراج دي كلها متصلة ببعضها بشبكة سرية تحت الارض. محمود صلاح جدا. لكن السؤال اللي محدش عارف اجابته، لو كانت فعلا مقابر عمالقة، فين الهياكل العظمية الكاملة او حتى فين التحلل بتاع العظام دي؟ ولا لسه تحت الارض في اسرار كتير ما اتكشفتش؟ الجغرافيا عالم كبير مش مجرد منهج بس، ومعانا بنحاول المادة العلمية لحكاية ممتعة تستناها وتستفيد منها. سلام.